فيه. يعني جلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة. الدلالة هي والعبرة أيضا، العبرة أنه عندما نجتمع كلبنانيين على كلمة سواء نستطيع أن ننتج، ويا ليتنا نجتمع على كلمة سواء وننتخب رئيس للجمهورية لكنا وفرنا على الناس وعلى البلد كل هذا العناء وكل هذا الذي يجري اليوم. الإشارة المهمة اليوم هي أولا بالالتزام الذي حصل من مجموعة الكتل، والإشارة والإشادة طبعا بحسن الإدارة للجلسة من قبل الرئيس بري الذي حرص على انتظام العملية التشريعية. والإشارة الأهم أنه عندما حضر باقي الزملاء من باقي الكتل وشاركونا اليوم في التشريع، هذا موقف إيجابي يبنى عليه، عسى أن يبنى عليه في المستقبل القريب. أما فيما خص النتائج، رغم أهمية ما جرى اليوم بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية الأربعة ومنهم قائد الجيش طبعا ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بالإضافة لمدير عام أمن الدولي في ملو استحق والأمن العام، هذا الأمر على أهميته ولكن يبقى ناقصا، لأنه في مداخلتنا قلنا كلام واضح. يجب أن يكون هذا اليوم إشارة وتحية إلى الجيش اللبناني على ما يقوم به في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة. هذا الاعتداء الذي يبدأ من غزة، من فلسطين المحتلة حتى الجنوب اللبناني، والجيش اللبناني يأخذ بصدره المواجهة ويقدم الجرحى والشهداء، فكانت تحية إلى الجيش اللبناني. والتحية إلى الجيش اللبناني لا تكون فقط بالكلام، إنما باستكمال البنيان والهيكل التنظيمي والعسكري للجيش اللبناني، بدءا من رأس الهرم وصولا حتى آخر عنصر في الجيش اللبناني. لذلك يبقى هذا الموقف اليوم وهذا الاقتراح الذي تحول إلى قانون ناقصا إلى أن يستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة من خلال تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري. إذا نصر كلقاء ديمقراطي على إعطاء أهمية قصوى في الجلسة المقبلة لتعيين، إذا بتسمحي، لتعيين رئيس أركان ومجلس عسكري. ونحن كلقاء ديمقراطي اليوم تنازلنا مؤقتا عن مشروع كاد يشمل كل الفئات على المستوى الأجهزة الأمنية من رأس الهرم حتى آخر جندي، تسهيلا لهذا التمديد. تراجعنا عن الاقتراح وتوحدنا حول فكرة أو مشروع أو اقتراح مشروع الاعتدال الوطني، ونشكر كل الذين أزارونا وحضروا وشاركوا في التصويت، وندعو كل وسائل الإعلام أن تركز على الجلسة المقبلة كي نستكمل البنيان العسكري بتعيين رئيس أركان ومجلس عسكري. هناك دعوة لجلسة مجلس الوزراء على كل الوزراء مثل ما دعونا اليوم كل النواب للحضور من أجل التمديد لقائد الجيش مدير عام قوى الأمن الداخلي. ندعو كل الوزراء ومن منطلق وطني أن يحضروا إلى جلسة مجلس الوزراء، ويكون بند تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري بأول البنود. وشكرا.